ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية. هذا الانتصار المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذا نتحدث عن فوز مغربي بثلاثية ذهاب إلى دور الثمانية بعد إقصاء منتخب مالي. مبروك كابتن وجدي. الله يخليك، الف مبروك. مبروك المهدي، مبروك المنتخب المغربي، مبروك لنا احنا الكل. منتخب مغربي يمثل العرب. السلام عليكم متابعينا الكرام. في هذا الفيديو غنقدم لكم اول تعليق تونسي سعودي بعد التأهل التاريخي ديال المنتخب المغربي امام مالي في واحد من اقوى المباريات اللي بينت الروح القتالية والقوة ديال اشبال الاطلس. فما نطولش عليكم، خليكم مع الفيديو ونتلاقاو في النهاية. احسن تمثيل، فوز كبير، انتصار هام وهام جدا، شخصية كبيرة، اقناع. يعني منتخب مغربي، مبروك مبروك. نعم. شوف كي نشوف المغرب كيفاش قاعدة تفوز بالمقابلات والشخصية الكبيرة، نرجع ديما نقول انه في كأس العالم قطر 2022 وصول المنتخب المغربي لدور نصف النهائي كفريق اول ليس بمحض الصدفة. هذه خدمة كبيرة. فريق اول، فريق الشباب، فريق الأولمبي، فريق الاولمبي، فريق الناشئين، ان شاء الله يوصل ابعد نقطة، لما لا يوصل للمباراة النهائية وعلى مقابلة كل شيء وارد. هذا الفريق بشخصية الكبار. صحيح. كابتن جمال، ألف مبروك. ألف مبروك لأخي مهدي وللمنتخب المغربي. صور كيما هكذا يعني تعطيك النشوة أنك تعتز أنك عربي. صحيح. الحظ يقول لا، لازم أعطي الحق لأصحابه. أفضلية على جميع المستويات للمنتخب المغربي بصراحة. نعم. منتخب متميز، وحكينا قبل المقابلة قلنا منتخب متطور، والمدرب الباهي، والفريق الممتاز، والفريق اللي يتعظم الأخطاء نتاعو واللي يصلح، واستغلال نقطة القوة هذه المنتخب المغربي الكرة الثابتة في نفس الوقت هي نقطة ضعف المنتخب المالي. وذاك أكيد أن المدرب نبيل بها خدم على الأشياء هذه. منتخب مغربي كان واقعي أكثر منتخب المالي بصراحة. منتخب المغربي باللي قدمه خلى المنتخب المالي غائب من مقابلة. المنتخب المغربي بطريقة لعب واضحة العين، 4-1 4-1 في بعض الأحيان دفاعيا تنجم تكون 4-2 3-1. فريق متميز، وسط ميدان كامل ومتكامل. كل ما المنتخب المغربي يسترجع الكرة، كل ما تعليمات المدرب يحاول الاستحفاظ والاستحواذ على الكرة، مع التنويه الكبير للجودة في التنفيذ. لاعب يساري الظهير الايسر المنتخب المغربي الزكري، لاعب متميز على جميع المستويات بصراحه من حيث جوده في التنفيذ، لأن الكرات الثابته لو تتنفذ بجوده عاليه يعني تقدر تكون بنسبه كبيره هدف، مع الجوده الكبيره واستغلال نقطه القوه هذه المنتخب المغربي الكرات الثابته في نفس الوقت هي نقطه ضعف المنتخب المالي. وهذه من ظلم الكره. احيانا الكره تقدر تظلم فريق على اخر. المنتخب المغربي يستقبل هدف عن طريق هفوه فرديه من لاعب مهاجم كما قال الكابتن مهدي. ممكن لو جاء مدافع كان نجم يتفادى الهفوه ذيك، لكن بصراحه كان الكره في انصفه المنتخب المغربي لما بذله من جهد، لما اعطاه من مجهودات، وبصراحه وكره تخليه يرتقي، ويقولوا انه منتخب قادر انه يلعب ضد اي فريق، وقادر انه يهزم ويترشح على حساب اي فريق. منتخب مالي كان ممتاز في الدور الاول، كان ممتاز في الدور 32، لكن بصراحه قوه المنتخب المغربي خلت المنتخب هذا غائب. اظن انه البصمه تاع المدرب نبيل كانت واضحه الى اكبح المنتخب المالي. صراعات ثنائيه، استحواذ على طول الخط. من يصدق بأن البداية المتعثرة للمنتخب المغربي بتلك الصورة التي صدمت الجميع، ولكن استفاق المارد المغربي بهذه الصورة المثالية والجبارة والكبيرة، وأثبت بأنه من المعدن النفيس. وعندما يكون التحدي يكونون دائما وأبدا أسود الأطلس على الموعد. إذن هذا هو الهدف الأول مشاهدينا الكرام. الهدف الأول جاء في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب زياد باها الذي أعلن عن ثالث أهدافه في هذه المسابقة. بعد هذا الخطأ ده بتاع 17 سنة ده تعرف المغرب نجحت ليه؟ محمد وهبة بتاع منتخب المغرب. ايوه، الراجل ده ما لعبش كورة، مدرس تربية رياضية،
بس متخصص في المرحله السنيه دي. فاذا هو قدر يبدا ليه؟ انا بقدر اروح لفكر الولد الصغير، اقدر افهمه، اقدر اتعامل معاه، اقدر اتحاور معاه، لان ده مش زي الكبير، مش زي لاعب الفريق الاول، مش زي لاعب المنتخب الاول، عنده قدرات محدوده لانه لسه صغير لم ينضج. فانت ازاي توجهها وتتحكم فيها؟ تحببه فيك فيتقبل منك اللي انت بتقوله. الفريق الاول مش شرط يحبك، هو هيحبك تكتيكيا، لكن ده هيحبك انسانيا فهيقبل منك، فتقدر توجهه ويتقبل. طفل صغير هو لسه شاب صغير. هي دي اللي تفرق. لذلك انا بقول لك انت اما تجيب في مرحله تجيب متخصص او تجيب اجنبي، حاجه من الاثنين. في المغرب نجحت ليه؟ لانها بحثت عن مراكز تدريبيه خارج المدن الكبرى. خارج المدن. المغرب ما عملتش مدرسه تدريبيه لا في الدار البيضاء ولا في طنجة ولا في أي حاجة من المدن، راحت للقرى. لأن زمان أنا قلت في مقالة القرى والنجوع منجم المواهب. ده حقيقي، ده حقيقي. روح وشوف، ابعد عن القاهرة وضواحيها. ما تدورليش في أكاديميات الكورة اللي بألافات، لا، لكن روح. والكورة لما كانت بتتلعب في الشارع يا كابتن مواهب، هي اللي طلعت المواهب اللي احنا بنتكلم فيها لغاية دلوقتي. احنا تراجعنا كرويا مع الاستثمار. لازم نكون عارفين كده. ده حقيقي. ليه؟ بدل الولد هيدفع هيلعب حتى لو مش موهوب، لكن اللي مش قادر يدفع الموهوب مش قادر يلعب. ده حقيقي. هي دي المشكلة، هي مشكلة الأكاديميات. طب اذا المنتخب ده بتاع 2000 بتاع 17 سنة ده هيرجع زي المنتخب الأكبر منه 19 اللي خلاص اتسرح هذا المنتخب. ما هي دي النقطة بقى. أنا دلوقتي لازم يكون عندي خطة مستقبلية. إيه خطتي المستقبلية؟ إن أنا اما الناس زي دي ترجع لازم يكون عندي خطه، دول يبقوا نواه لفريق هيشارك في بطوله بعد سنتين ثلاثه، وابدا اكمل عليهم. ومش هكمل عليهم بس، اجيب لهم مدرب يا كابتن حسام، اجيب لهم مدرب. والولاد دول كلهم لو احنا فكرنا في باب الاحتراف من بدري، ودي نقطه مهمه، اتحاد الكوره لازم يتدخل. اتحاد الكوره لازم يتدخل ان الانديه لا تتمسك بهذه اللعيبه، لان المغرب لما فتح باب الاحتراف من الصغر بدأنا نشوف النتيجه الحاليه اللي احنا فيها مع فرقه المغرب. لما اكون منتخب مصر الاول هروح كاس الامم الافريقيه في المغرب وعندي 5 6 محترفين، كلام عيب قوي. في مقابل ان انا اروح اقابل كاب فيردي الاقي عنده 21 محترف. الفرقه لسه كنت هقول لحضرتك بنين كلها محترفين، اي اسم. المغرب 35 محترف. مدغشقر لسه جديده في الكوره كلها محترفين، هتلاقي كل المنتخبات. انت تتخيل ان كاب فيردي اللي هو سكان البلد دي كلها اقل من الجيزه، كلهم محترفين، وانت عندك 6 محترفين. يعني الموضوع وما عندكش قناعه بيهم كلهم. الموضوع بشع بجد والله. الموضوع بشع كرويا، بشع. لازم نفكر يا جماعه، لازم نعمل خطه مستقبليه لمدى طويل، ان احنا 2035 يبقى عندنا فرق من فرق الناشئين بتاخد كاس العالم. لازم نعمل كده. هو اللي احنا عرفناه برضو انا نوهت عليه الاسبوع اللي فات، وده كان في حديث مع الكابتن عادل محمود طبعا نجم الاهلي والمعلق الرياضي المعروف. قال لي هو موجود داخل مجموعه فنيه جوه اتحاد الكوره في مشروع بيدعمه فيفا لمواليد 2011. تمام. وجايبين خبراء اجانب من الفيفا، منهم مدرب من غانا ومدربين اجانب، وهم قائمين على مشروع رعايه هذه المرحله السنيه في خلال 5 سنين. تمام. يا 3 يا 5 تقريبا. ودول هيبقى ده مشروع بيرعاه الفيفا كاملا تدريبيا وفنيا للولاد، يعني تدريب مدربين، تجهيزهم وتجهيز ايضا اللاعبين، بحيث يتم الانتقاء والمجموعه دي تتحضر في السنوات اللي جايه. صحيح. مبروك على اللاعبين، مبروك على المنتخب، مبروك على الجماهير المغربيه. انا غنبدا من اخر نقطه تكلموا بها الجماهير، قال لك نلعبوا عليها ونجيبوها والله ما تروحي، فاكيد هو تحدي من اجل الوصول لاخر نقطه في اللقب العالمي ان شاء الله. الف مبروك لنا جميعا، الف مبروك ابو حمد، الف مبروك كابتن مجدي. اكيد حمد، اليوم احنا نتكلم على اداء مثالي وخاصه في شوط المباراه الثاني، وايضا ثبات انفعالي عالي جدا بالنسبه للاعبينا في ركلات الترجيح. دكتور، احنا في لحظه من اللحظات كلاعبين ممكن يصيدنا التعب. نعم. لكن لما نشوف هذا الجمهور من خلفنا ترجع لك اللياقه من جديد. جمهور يهتف 90 دقيقه وراك
اللي قال لك ان الجمهور اللاعب رقم 12 اليوم الجمهور المغربي اثبت انه بالفعل اثر ايجابي على لاعبين المنتخب المغربي، واثر سلبيا على المنتخب الامريكي. يعني احنا شفنا اليوم الجمهور، حضور الجمهور، تفاعل الجمهور، تشجيع اللاعبين 90 دقيقه حتى اثناء الخساره. اللاعب لابد انه يحط في باله دائما هذا الجمهور جاي يساندني، انا ما راح اخذله. وبالفعل اليوم المنتخب المغربي ما اخذ جمهوره ولا اخذنا، لان احنا صراحه انا واحد من بدايه البطوله وانا اراهن على مستواهم. شفت مستواهم من المباراه الاولى وخسروا، ولكنه واضح ان في لاعبين وعندهم امكانيات. اليوم المباراه يعني بالفعل هي مباراه ذهنيا اكثر منها بدنيا. يعني احنا تكلمنا عن مستوى المنتخب الامريكي بدنيا وتكتيكيا والتزامه، وبالفعل كان طول المباراه، ولكن الشوط الثاني مع التغييرات مع الانضباط التكتيكي للمنتخب المغربي، مع سرعه نقول رده الفعل والتحولات. اصدقائي الكرام، فكما شفتوا معنا كل مرة كيبان لنا مرة أخرى أن المغرب ماشي غير منتخب كيلعب، ولكن منتخب كيمثل العرب كاملين. فالتفاعل اللي جانا من تونس ومن السعودية ماشي غريب، حيث الإخوة العرب كيبغيو يشوفوا بلاد عربية كتوصل كتصنع إنجازات وكتشرف الراية. التأهل ديال المغرب أمام مالي ما كانش سهل، لكن كان مستحق بجميع المقاييس. روح، تركيز وقتالية، وكذلك ذكاء تكتيكي حاضر بقوة. فهاد المستوى اللي وراو أشبال الأطلس كيخلي بزاف ديال الدول العربية تفرح وتقول أن المغرب رجع لينا الأمل في الكرة العربية. والجميل في هاد اللحظة هو أنها جات في نهار الاحتفال بعيد الاستقلال، فالفرحة ولات فرحتين. فكأن المنتخب المغربي قرر يقدم أجمل هدية للشعب، هي هدية ديال الفخر وديال القوة وديال هذا الانتصار اللي ما كان حتى شي واحد كينتظرو. فملي كتسمع التونسيين وكذلك سعوديين كيهضروا بكل حب، فاعرف أن المغرب شرفنا، المغرب فرح كل العرب. فهنا خاصك تعرف أن الرياضة فعلا راه كتجمع وكتصنع لحظات أكبر من مجرد نتيجة في كل مباراة. المغرب غادي لقدام بصراحة بواحد المستوى خيالي وكيرتفع، والاحترام العربي كذلك والإفريقي كيزيد. فهاد الشيء غير بداية المسار أكبر، لأن الأهداف اللي قدام المنتخب ماشي قليلة. فما تنساوش الإخوان تخليو لنا رأيكم في التعليق، شنو كان الإحساس ديالكم منين تأهل المغرب، وشنو رأيكم في هاد التفاعل العربي الكبير اللي جاء من تونس والسعودية. فما تبخلوش علينا بالآراء ديالكم، وكذلك شكرا لكم على المتابعة، والله يفرحكم كيف فرحنا مع المنتخب اليوم. فهاد الشيء اللي كاين الاخوان في الفيديو اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش وقت ما نشرت شي فيديو تكون نتايا الاول اللي كتوصل به. الى اللقاء.